بعد ما لخصت لكم فيلم هيرو بانتي او المغوار الجزء الاول وعجبكم، طلبتوا مني الجزء الثاني عشان نعرف ايه اللي حصل لبابلو بعد نهايه الجزء الاول. وحابب اقول لك ان فيلم النهارده هو واحد من افضل افلام تايجر شروف، وانا متاكد انه هيعجبك جدا عزيزي المشاهد. عشان كده دوس لايك حالا ملا فعلا ويلا بينا خلينا نشوف. بيبدا فيلمنا بالساحر ليلا وهو بيقدم عرض ضخم جدا في انجلترا، وده لانه ساحر مشهور على مستوى العالم وعنده متابعين كتير جدا وبيجولوا من كل حته عشان يتفرجوا على العروض بتاعته اللي زي ما انتم شايفين كده بتكون مبهره لابعد الحدود، لدرجه انه بيختار واحد من الجمهور وبيطيرها في الجو. واحد من رجالته بيعرفوا ان اعضاء عصابته حضروا، فليلا بيسيب العرض بتاعه بينزل لهم بيرحب بيهم وهو من على السلم، بيقول لهم احنا بنستعد لعمليه 21 مارس، وفي اليوم ده الهند كلها بتدفع ضريبه للبنوك، وبالتالي لو قدرنا نوصل لارقام الحسابات وتفاصيل المواطنين الشخصيه هيكون معانا فلوس كتيره فحت. وبيبدا يتكلم مع اعضاء العصابه بتاعته. وعشان تبقى معايا في الصوره كده من البدايه عزيزي المشاهد الناري، ليلا ده انسان سايكو مريض نفسيه على اعلى مستوى، وعشان كده بيطلع سكينه وبيفضل يطعن في واحد من اعضاء عصابته. ولما بيسالوه انت خلصت عليه ليه، بيقول لهم ده كان عميل الانتربول اللي هو البوليس الدولي، يعني بيعرفهم ان المعلومات كلها في العالم. وبيقول لهم يوم 21 مارس هنسرق كل حساب بنكي في الهند، والعمليه هيكون اسمها النبض. وبيعمل حركه عبيطه بصباعه وبتؤكد انه مريض نفسي فعلا. على جانب تاني بنروح لام بابلو وهي بتصلي وبتدعي لابنها بابلو حبيبها، بابلو اللي بيكون سايق العجله بتاعته ورايح على اكل عيشه. وطبعا هنا شكله اختلف عن الجزء الاول اللي لخصت لكم وعجبكم. دلوقتي كبر شويه في السن وربى دقنه وقصر شعره ولبس نظاره. بالليل بنشوف ان بابلو اشتغل امن في حانه. في الوقت ده بيطلع واحد معاه مشروب وبابلو بيقول له ده مش مسموح، ولكنهم عشان ناس مهمين بيضربوه ويوقعوا على الارض، وكل الحضور بيفضلوا يضحكوا على بابلو. هتسالني دلوقتي ازاي ده بابلو الوحش الكاسر اللي كان في الجزء الاول؟ اقول لك اصبر معايا شويه وهتفهم عزيزي المشاهد الناري. ماما بابلو بتحاول تعالج جرحه وبدوره بيقول لها ده مجرد خدش يا ماما، لكنها بتكون خايفه عليه وبتتمنى انه يشوف شغلانه تانية غير اللي شغال فيها، وده لانه مجرد شاب ضعيف مثقف مالوش في الاكشن خالص. وحاب اقول لك ان ده اللي بابلو مفهمه لامه، بالتالي هي ما تعرفش حياته ولا تعرف البلاوي اللي بيعملها. بابلو بيقول له امه انا مش عاوزك تزعلي مني، انا اللي يهمني رضاك عني يا حاجه. وبدورها بتقول له انا راضيه عنك وهفضل ادعي لك بصلاح الحال. وبدوره بيبص على راسها بيقول لها ما تقلقيش انا خسرت وظيفتي خلاص. بيصحى الصبح بيفضل يدور على امه في كل حته في البيت مش بيلاقيها، لحد ما بيروح لتليفونه وبيفتح رساله صوتيه منها بتقول له فيها انا دلوقتي طايره بين السحاب. بيتخض فبتكمل وتقول له انا مسافره للهند في طياره، مشوار صد رد 10 ايام وهرجع لك تاني يا بابلو يا ولدي. وطبعا بابلو بيطمن لان الايام الجايه مش هتكون خير خالص. على جانب تاني بنشوف اينايا المشهوره اصغر مليارديره هنديه في انجلترا، وده لانها قدرت تصنع العاب هي الاكثر مبيعا. اينايا بتشوف بابلو من ظهره بتقول للمساعدين بتوعها انا بقدر اتوقع شخصيه اي حد، بصوا كده للراجل ده لابس انيق وكل حاجه بس شكله سواق. والمساعد بتاعه بيقول لها ما هو سواق بتاعك فعلا يا فندم. اينايا بتندهش لما بتشوف وشه وبتطلع تجري وراه وتنادي عليه بتقول له بابلو استنى يا بابلو. وبدوره بيكون متجاهلها خالص رغم انها بتجري وراه في كل حته، لحد ما بتقدر انها توقفه وتمسكه اخيرا. بتساله انت مش بترد عليا ليه يا بابلو؟ وبدوره بيقول لها انا مش اسمي بابلو حضرتك انا ما اعرفكيش. فبيكون لسه يمشي فبتقول له ايها الخاسر انت عارف انا بدور عليك بالي قد ايه، انا بقدر اميز صحابي ومعارفي على بعد اميال. بابلو بيطلع لها كارنيه بيقول لها انا اسمي ار جي مش بابلو سيبيني امشي بقى وحظ سعيد تلاقي يا بابلو. بتقول له انا مش هسيبها غير لما اتاكد. بابلو اللي انا اعرفه كان عنده وحمه في ظهره وبتخليه يقلع عشان المساعد بتاعها يبص على الوحمه، ولما بيبص مش بيلاقي وحمه وبابلو بيقول لها خلاص بقى سيبيني في حالي. بترشه في وشه ميه ولما الشرطه بتيجي بابلو بيخلع، ولما بيخرج بره بيتخبط ويقع وكل الناس بيضحكوا عليه. وهنا بتكون لسه متاكده انه بابلو وبتقول للمساعد بتاعها انا افتكرته ميت لكنه طلع حي. ونشوف بابلو بعدها بياخد الوضعيه المتينه بالعجله بتاعته بيفضل يجري بيها في طرقات لندن باقصى سرعه، وفي طريقه بيفتكر ومضات من ذكرياته وبيكون مستعجل اخر حاجه لحد ما بيوصل البيت. ولما بيوصل بيفضل يشيل الطابلوهات وكمان بيمسك مطرقه وبيكسر الحيطه خبطه ورا الثانيه لحد ما بنكتشف انه شايل علبه حمراء جوه الحيط بيطلع منها موبايل متخزن بقاله سنين وبيتصل برقم مهم. بنشوف ان في شخص معاه الموبايل واول ما رن رجع بسرعه للمكتب. لما فتح على بابلو الاخير قال له انا عاوز اكلم المهندس المعماري. الشخص اللي رد عليه قال له عرفني اسمك الرمزي. بابلو رفض في البدايه عشان ما يكشفش هويته الحقيقيه، ولكن الشخص قال له انا تعينت بدل المهندس المعماري عشان هو طلع على المعاش خلاص، تقدر تعتبرني المهندس المعماري الجديد. بابلو وثق فيه وقال له انا السباك. الراجل بحث عنه وعرف هويته وشكله وكمان قدر يعرف مكانه. بابلو ساله عن 4 اشرار لو عرفوا مكانه هيوصلوا له ويخلصوا عليه، وهم وونج وزاهد ودجرة وعدي. ظبط قال له زاهد في سجن في مصر وونج في غوانتنامو والباقيين محتجزين من شرطة الهند. وبنكتشف ان الضابط ده طلع خاين عزيزي المشاهد الناري.
دي، وبعت رسالة للدوجرا اللي في فرنسا عشان يكلمهم، وكمان بعت لونج اللي في الصين، وزاهد اللي في مصر، ومارك اللي في جنوب افريقيا، واخيرا عدي اللي في روسيا. اتصل بيهم كلهم وعرفهم انه له بابلو، وكلهم فرحوا جدا وقالوا له انهم لازم يخلصوا على بابلو اللي بنشوفه قاعد وبيفتكر ذكريات من سنتين. بنرجع فلاش باك للسنتين وبنشوف اجتماع للانتربول بيتكلموا فيه عن انهم لازم يمسكوا بليلى المجرم الخطير جدا. بيسالوا اسد خان هو في اي اقتراح بما انك هندي؟ قال لهم سيبوني اسبوعين وانا لا حل. بنشوف بعدها سيد خان وهو بيقول للمساعد بتاعه انا عاوزك تجيب لي بابلو بس خليك فاكر انه وغد حقيقي. لو كان ليلى ملك الجريمه الالكترونيه فبابلو هو ساحر القرصنه. بيعرفهم كمان انهم محتاجين لشخص ملوش علاقه بالشركه بتاعتهم، وفي نفس الوقت يكون عنده عقل حاد وجسم رياضي قوي، وبيكون متاكد ان بابلو هيوافق يشتغل معاهم لانهم هيدفعوا له فلوس كتيره فحت. في الوقت ده بابلو بيبعت لهم فيديو لاميتاب باتشان بيقول فيه كنتوا بتبحثوا عني بينما انا في انتظاركم. ولما خان بيروح البيت بيلاقي بابلو قاعد على الكرسي قدامه ومستنيه بكل ثقه. بيقول له ما تحاولش تتصل بحد لاني فاصل الشبكه والنت والكهرباء وكل حاجه. بيساله انت بتدور عليا ليه؟ انا ما عملتش للشرطه حاجه، يستحسن تسيبني في حالي، يلا انا ماشي. وخان بيعرفوا انه قرأ ملفه بالكامل وبيعرفوا كل المصايب اللي هو عملها، وبالتالي ما بقاش قدامه غير حل من اتنين، يا اما يتحبس على جرايمه الالكترونيه يا اما يساعدهم وممكن يسقطوا عنه كل التهم والاحكام. حتى لو هربت هعرف اجيبك يا بابلو يا ولدي. والاخير بيقول له لا يمكن العثور على بابلو وانما بتقابله بالحظ. بيروح بعدها يشرب كاسين مع صاحبه، وبتكون اينايا في نفس المكان بتهزأ حبيبها اللي مكمل معاها عشان فلوسها. اينايا بتقول له يلا انت مطرود. بيقول لها انا حبيبك مش موظف عندك. فبتقول له لا انت معايا بفلوسي وانا اقدر اشتري اي حد بفلوسي حتى. بص بتروح لبابلو تاخد منه سكر غصب عنه، وكمان بترش ميه على حبيبها وبتكرشه. بتسال بابلو على اسمه فبقول لها اسمي بابلو. بتقول له تشرفنا وبتكون لسه تمشي فبيمسكها من ايدها وبيقول لها مش بسهل كده. وإينايا بتطلع فلوس اديها له كتعويض على السكر، والاخير بيقول لها خلي فلوسك معاكي وكمان خدي الروبيه الفضه دي للحظ. وبعدين بنروح لاغنيه هنديه راقصه ماجنه كما هي العاده عزيزي متابع قناه المعلق الناري. بحب افكرك اننا كل ده لسه في الفلاش باك اللي من سنتين، فلو وصلت لحد هنا عرفني في الكومنتات. بتمر الايام وبابلو بيكون لسه واخد دش متين وخارج من الحمام. بمرور الايام بيكتشف عن طريق صاحبه ان كده اينايا قدرت انها تشوف الوحم اللي في ظهره، وده بيفسر هو ازاي قدر يخفيها منها في بدايه الفيلم. وذات يوم اينايا بتاخد بابلو عشان تعرفه على اخوها واللي بيكون ليلى الاخ البار اللي بيحب اخته الصغيره جدا. وبنرجع فلاش باك جوه الفلاش باك نفسه، وبنعرف ان كل ده كان خطه من بابلو وخان. بابلو دبر لكل حاجه عشان يقدر يقرب لاينايا وبالتالي يقرب من ليلى. خان كان معترض على الطريقه ولكن بابلو اصر عليها. خلونا نرجع تاني ونشوف بابلو داخل يتعرف على ليلى. اينايا بتقول له ده بابلو صاحبي، وليلى بيعمل له سحر وبيديله ورده كدلاله ترحيب. وطبعا اخته بتقول له بابلو مبرمج شاطر عاوزاك تشغله معاك. ليلى بياخد بابلو على جنب وبيقول له انا عارف انك هاكر مش مجرد مبرمج عادي، مش غريبه انك تقرب من اختي بسرعه ودلوقتي عاوز تشتغل معايا. يا ابني انا عندي قاعدتين في حياتي ماشي بيهم، الاولى ابعد عن المحترم بخطوتين، والثانيه اسبق المخادع بخطوتين. بابلو بيقول له مش فاهم، وليلى بيفجرها في وشه بيقول له انا عارف ان اسد خان هو اللي بعتك. بنرجع للحاضر وبنشوف ان في شخص بيخبط على بابلو بيقول له انا بعتني ليك اسد خان. بابلو بيقول له استناني هنا على ما اجهز نفسي واحضر اغراضي. بنشوف ان الشخص ده بيطلع مسدس وبيجهزه وبيوفر بابلو عشان يخلص عليه. وهنا بتظهر اينايا وبتضرب الراجل بالطاسه. بابلو بيقول لها انت اتجننتي خلصتي على الراجل؟ فقالت له يا ابني ده كان عاوز يخلص عليك. الراجل بيفوق بابلو بيطلع جري مع اينايا، بيستخبى واينايا بتخاف وبتشاور له على مكان بابلو. وبعدين بتحصل معركه اكشن من اللي احنا مستنيينها لتايجر شروف. كالعاده بنشوف حبه شقلباظات بهلوانيه زي الفل، وبيقدر انه يتفادى كل الطلقات وهذا هو المطلوب اثباته لحد ما بيقع على الارض وبتكون النجفه تقع عليه خلاص، لكنه بيلحق نفسه في اللحظه الاخيره. بيحاول يهرب وبياخد طلع في الحته لكنه بينجح انه يخرج بره البيت في النهايه. بتجيله اينايا بالعربيه بتاعتها بتقول له مش هركبك معايا غير لما تعترف انك بابلو. الراجل بيفضل يضرب عليه نار من فوق وبابلو بيقول لها ركبيني ابوس ايدك، وهي بتصر انها مش هتركبه غير لما يقول لها انه بابلو. بيعترف اخيرا وبتخليه يركب في اللحظه الاخيره وبينجح الاثنين انهم يهربوا. اينايا بتاخد بابلو معاها لجناح الفندق بتاعها بتقول له لو ما كنتش اختفيت من سنتين كان زماننا عايشين حياه سعيده دلوقتي ومتجوزين، ليه اتخليت عني واختفيت يا بابلو؟ في الوقت ده الباب بيخبط وبضرب بتقول له ما تقلقش انت في مكان محترم وفخم، شايف التمثال الغالي ده نحته الفنان الفلاني، والبيانو الفتاك ده صنعه العبقري العلاني، اللي بيخبط هو الدكتور لا تقلق. بتفتح وهي مديه الامان لكن بابلو بيلحق الموقف وبيحاول يقفل الباب على الراجل اللي عايز يخلص عليهم. اينايا بتجيب الرذاذ ترشه على وشه بتساعد بابلو. بيهرب الاثنين والعصابه بينجحوا انهم يفتحوا الباب بالخرطوش، ولما بيدخلوا بيدمروا التمثال الغالي
عادي، وكمان بياخدوا في سكتهم البيانو سمين. بابلو بيهرب معاه وبيدخلوا الأوضة فيها عرسان جداد، بينزلوا الجراج عشان يهربوا العربية، وهناك بيتفاجئوا إن العصابة وصلت بعربيات فارهة بيهاجموهم، وبابلو بيفضل يتحرك ما بينهم بكل لياقة ورشاقة وكأنه بيرقص مع عناية. بعدها بيهرب لوحده وبيقفز من على العربيات حبة قفزات زي الفل. عربيات تانية بتيجي وبيهرب لحد الكشك اللي فيه عناية، بتقدر انها تنقذه وبترفعه بالبوابة في الوقت المناسب. بسرعة بينزل وبيهرب معاها قبل ما يخبطوا المكان كله بالعربية. كل العربيات بتحاصرهم والرجالة بينزلوا لهم. عناية بتقول له اضربهم لوحدك انت بقى، انا ماشية. لها انت مش شايفاهم كتير ازاي؟ الراجل الشرير بيمسك عناية وبيضربها بالقلم وبيأمر زميله يخلص عليها، فبيتفاجئ بزمايله كلهم وهم بيتحدفوا عليه، وبابلو بيقول له ما كانش ينفع تمد ايدك عليها، دلوقتي هفرجكوا على تتبيلة هندية مليئة بالاكشن الاوفر. وبابلو قال كده فعلا عزيزي المشاهد الناري، الكلام ده مش من عندي. تحصل معركة كبيرة وبنشوف فيها كل الحركات الهندية اللي ممكن تشوفها في اي فيلم هندي اوفر. طيران مش منطقي موجود، وقوف على العربية وهي ماشية موجود، طيران بعربيات موجود برضو. عزيزي المشاهد ركز معايا، بابلو بيقدر انه يسطر ملحمة هندية نارية بهلوانية من افضل ما يكون. بنشوف المشاهد الاكشنية الكليشيهية كما يجب ان تكون. وهنا انا عاوزك تفهم حاجة عزيزي المشاهد، تايجر شروف عمل كده عن وعي، هو بنفسه قال انا دلوقتي هعرض لكم تتبيلة هندية، وده معناه ان الممثلين مدركين تماما للاكشن الاوفر اللي هم بيعملوه. المهم يعني انه في النهاية بينجح انه يهرب من العصابة. وبنشوف ليلى بعد كده وهو واقف مع الراجل بتاعه على الحافة، بيقول له عاوزك تبص في عيني يا برو وركز على الساعة دي، دقات قلبك ماشية معاها، وبيقدر انه ينيمه مغناطيسي. بيقول له لما عد 1 هتلف، لما اقول 2 هترفع رجلك، و3 تنط من هنا على طول. ليلى بيعد 1 2، وبعدين بينزل الرجاله بيقول لهم الجولف ده خلى بابلو يفلت منه. في الوقت ده بيظهر الضابط الفاسد بيقول له مستر ليلى اوعدك اني همسك بابلو خلال يومين. وليلى بيقول له حس كده بقى في اليوم الثالث لو ما مسكتهوش هفرحك سعاده عارمه. بيقول له يلا بينا يا رجاله نحتفل، وبعدين بيعد 3 والراجل بينط من فوق. على جانب تاني بنروح لمساعد عناية والسكرتيره، والمساعد بيقول انا عرفت هتتبع عناية ازاي. بيكون موجود ماركو بيتصل بليلى يعرفوا انه هيوصل لبابلو واخته. بابلو بياخد عناية لمكان بعيد متطرف وبيعرفها ان المكان ده تبع دكتوره كانت بتجيله الحانه اللي شغال فيها. بيدخلوا جوه يستنوها، وهنا بتظهر دكتوره لياقه ورشاقه واناقه. بتقول له انا جوليا بلغاريا، الدكتوره صاحبتك بعتتني ليك لانها مش في البلده يا بابلو. بتمسك الحقنه وبتطلب منه يقلع، فبابلو بيقلع على طول عشان ياخد الحقنه. عناية بتشعر بالغيره وبابلو بيشعر بالحيره، والدكتوره اللي كلها اخلاق ومكارم بتبدا تشوف شغلها، وعناية بتكون غيرانه. ولما الدكتوره بتبدا تشيل الرصاصه بيغمى عليها. وكالعاده بينتهي الفصل الثاني من الفيلم باغنيه هنديه معموله في حفله تنكري، وشكل العام للحضور بيكون شكله زومبي. المهم يعني بنشوف قد ايه تايجر شروف ده انسان فورمه ورياضي وسيم، انا بحقد عليه حقد غير عادي بجد عزيزي المشاهد. فلو وصلت لحد هنا دوس لايك لو سمحت. المهم يعني العصابه بتوصل المكان وبيسالوا فين بابلو، وكمان بيخلصوا على كل الموجودين، وده بيحصل بينما عناية وبابلو لسه بيرقصوا في العسل. العصابه بيوصلوا لمكان الحفله وبابلو بياخد عناية وبينفد بجلده. بيركبوا القطر وعناية لسه بتساله انت اختفيت فين لمده 2 يا بابلو؟ بيقول في سره اتمنى اقول لك انا كنت فين. وبنشوفه بيفتكر ذكريات من الماضي كما هي العاده، واحب اقول لك هتفهم الذكريات دي كلها بعدين، ولكن اصبر معايا عزيزي المشاهد الناري. بيقطع الذكريات ان في انفجار بيحصل في القطر، وكمان عربيه جي كلاس متينه بتقتحم القطر وبتفضل ماشيه جواه. بيكون جواها الضابط الفاسد ماجي بيكسر في القطر ومش همه لحد ما القطر بيقف. بيقول لبابلو اخيرا لقيناك يا سباك. بابلو بيزق عناية بعيده عشان ما يحصلهاش حاجه. بينزل ضرب في الضابط الفاسد ورجالته، بيديله اللي فيه النصيب والمنقي خيار وبيضربه حبه ضرب زي الفل. ولما بينزل من القطر باقي العصابه بيكونوا قدامه. دوجرا بيقول له لقيناك اخيرا، اكيد انت بتسال نفسك لقيناك ازاي. وبابلو بيفضل يضحك. العصابه يبندهشوا وبابلو بيقول لهم في الحقيقه انا اللي لقيتكم مش انتوا اللي لقيتوني. فاكرني مش هعرف بشريحه التتبع دي، انا راجل هاكر قد الدنيا ومدقدق جامد قوي. بتحصل معركه ناريه بين بابلو ورجاله العصابه، بيقاومهم وبيضربهم كما هي العاده، وبيقدر انه يضرب الاسمراني وياخد منه الماسوره وبيصدرها في صدر التاني وبينط في القطر. ولما بيشوف كوبري قدامه بيطير من عليه وكانه سوبرمان. ركز معايا عزيزي المشاهد. بعد كده بينزل تاني عشان يخلص عليهم. بيجيله مارك يشتبك معاه لكنه مش بيعمل حاجه غير انه بيقطع له القميص. بيوجه له المسدس وبيقول له استسلم لك، بينما بابلو بيحط السكينه على رقبه عناية وبيقول له نزل سلاحك والا هخلص عليها. بالرجاله بيقولوا لمارك نزل سلاحك، دي اختي ليلى انت مجنون. وهنا بيظهر ليلى بيضربه برصاصه في نص دماغه ويخلص عليه، بل وكمان بينزل في طعن بسكينه بيقول له ما حدش يجرؤ يقرب لاختي. بيامر رجالته ياخدوها وبيكتف بابلو في القطر. بيحكي له انه ذات يوم كتف ابوه نفس التكفيفه
لكن الفرق ان ابوه كان بيخاف لما بتتحدف عليه السكاكين. على عكسك يا بابلو انت لسه مش خايف من السكاكين. انا حزين كان هيبقى في بيننا شغل كتير، وبما انك مش خايف من السكاكين نزلوا يا رجاله خلاص ويلا بينا نمشي. وقبل ما يمشوا بيحدف عليه حاجه. بابلو بيشوف انه صمام الامان بتاع القنبله. بنشوف ان في قنابل كتيره فحت بتنفجر في نفس الوقت عشان بابلو ما يقدرش يهرب منها. إنايا بتبص وراها وحسن واخوها بيقول لها احنا دايما بنبص قدامنا. هل تفتكروا ان بابلو انتهى كده خلاص اعزائي المشاهدين؟ ده بيقوم من تحت الانقاض وبيرد على اتصال من امه كمان. امه بتقول له انا كنت بدعي لك يا بابلو يا ولدي، اوعى تعمل اي مشاكل لحد ما ارجع من الهند. وبابلو بيقول لها ده انا عايش في كل هدوء وسلام يا ماما يلا باي. وبعدين بيشد الاجزاء وبيعمل حبه اطالات زي الفل عشان ياخد انتقامه. بعد 10 ايام بنشوف ليلى واقف مع العصابه فوق قبر بابلو، وبيقولوا ان مفيش حاجه اتبقت من بابلو لانه تحول لاشلاء. مساكين ما يعرفوش ان بابلو لسه حي. وبيتكلموا كمان عن عمليه 21 مارس وانهم في اليوم ده هيقدروا انهم يسرقوا كل شعب الهند. بيكونوا فرحانين بالرقم الكبير اللي هيكسبوه، وانهم كمان هيتسببوا في خسائر فادحه لعائلات كتير جدا. والمدهش ان بابلو كان واقف في الوقت ده وماسك شمسيه وبيتفرج على اينايا وهي حزينه عليه عند قبره. بتمر الايام واينايا لسه بتروح لقبر بابلو. بيظهر لها لكنها بتكون فاكراها خيالات وتهيؤات. ولما بتتاكد ان هو بتضربه وتفضل تقول له انت بقالك سنتين يا بتهرب يا بتموت، انت تعبتني يا جدع، انا بكرهك يا بابلو بكرهك. بابلو بيقول لها انا شفتك كل يوم بتيجي تزوري قبري، يبقى انت كده اكيد مش بتكرهيني. ولما بتكون لسه هتتكلم عن عداوته مع اخوها بيكتم بقها بيقول لها دلوقتي انا هحكي لك عن الشر اللي بيرتكبه اخوكي. بنرجع فلاش باك ليوم الحفله اللي بابلو راح مع عناية بعد ما ليلى قال له انا عارف ان اسد خان هو اللي بعتك. بياخدوا المكان عند عصابته، بيجيب لابتوب يحطه قدامه وبيطلب منه يفك شفره موقع حكومي مهم جدا. بابلو بيقول له الموضوع هياخد وقت لان الموقع متامن بشكل مشدد. الضابط الفاسد بيحط المسدس في وشه بيقول له اشتغل يالا بطل عوجان. بيزود الحماس ليلى اللي بيقول لبابلو قدامك 60 ثانيه لو ما نجحتش هخلص عليك. بابلو بيفضل يحاول مره والتانيه والبنات بيشتتوا تركيزه، وبيكون خلاص فاضل 10 ثواني وبيفشل برضه. وقبل ما خلاص يضربوا عليه نار بيلف اللاب وبيفرجهم انه نجح بالفعل، وجميع الحضور بيندهشوا من مهاره بابلو اللي مفيش منها. ليلى بيقول لبابلو انت هكرت حسابات عشان خان ودلوقتي هتهكر حسابات عشاني. وبابلو بدوره بيقول له يبقى لازم تسمع العرض اللي كان مقدمه لي خان. ليلى بيقول له هديك ضعف اللي كان هديهولك 10 مرات، سواء عربيات فلوس بيوت اي حاجه. بابلو بيقول له زي الفل وبيبص للظابط بيقول له لو مسدسك اترفع عليا تاني هخلص عليك. وبيشد على الاجنس وبيختار العربيه اللي عليها العين والنني، وهناك بتكون معاه عناية وبابلو بيعرفها انه هيكون واحد من العيله خلاص. ليلى بيتصل بيه بيقول له عاوزك في موضوع، فبيطلع يكلمون برا. هنا بيجي رجاله يقولوا له احنا شرطه يلا يلا اركب. يفضلوا يسالوه انت بتشتغل مع ليلى مش كده؟ اعترف وانت بقول الحقيقه يلا. وبابلو بينكر ومش بيرضى يتكلم. بيكونوا خلاص يضربوه بالنار ولكن المسدس بيكون فاضي. بينزلوا من العربيه بيلاقوا ليلى واخد الوضع قدامه. بيقول لليلى ده اختبار برضه، وليلى بيقول له الاول كان اختبار المهاره وده كان اختبار الولاء. انا ممكن اتساهل معاك في المهاره لكن الولاء ما عنديش فيها مرحميني. وبتمر الايام وبابلو بيشتغل مع ليلى وبينجح انه يخترق كل الاختراقات لحد ما جه وقت اول عمليه ليوم 21 مارس. وقدر انهم يهكروا حسابات ناس كتير وكسبوا فلوس بالهبل من ورا العمليه. وطبعا العمليه الاولى كانت صغيره ما كانش فيها كل حسابات الهند زي العمليه الاخيره اللي ليلى عاوز ينفذها حاليا. البليه بتلعب مع بابلو بنشوف كميه فلوس عمره ما شافها في حياته قبل كده ولا احنا كمان هنشوفها في حياتنا. وبيقضوا حبه ايام زي الفل مع ليلى ورجالته، ليالي كلها شيطانه ومجون وزندقه وعربده. وذات يوم بيروح بيته بيلاقي اسد خان مستنيه. بيقول له واضح انك اخترت الجانب الخطا يا بابلو يا ولدي، ولكن لسه الوقت ما فاتش. بابلو بيقول له اقترح عليك انك تيجي تشتغل معانا، انا لقيت الفلوس والاحترام والعزه مع ليلى. فخان قال له آية وتعز من تشاء وتذل من تشاء، يتلمح منه ان العزه دايما في الخير مش في طريق الشر زي ما هو فاهم، وان الوضع ده ممكن يتغير في لمح البصر. بنرجع للحاضر وبابلو قاعد مع عناية بيقول لها انا جبت العيد يا عناية، الجشع عماني ودمرت حياة ناس كتير. عناية بتقول له يعني انت دمرت عيلتك هما كمان؟ بدور بيقول لها انا ما عنديش الست دي مش امي. بنرجع للماضي وهو بيحكي لها انه ذات يوم كان بيشتري شقه لاصحابه عشان يتمنظر عليهم، وفي الوقت ده شاف في الشقه المجاوره ناس بيهددوا سته وابنها انها لازم تدفع الديون اللي عليها والا هيطردوها من الشقه. بيدخل عليهم بابلو بيقول لهم ما ينفعوش تتكلموا مع ست بالطريقه دي، وموظف البنك بيقول له طالما انت راجل كده يبقى ادفع الدين اللي على امك. بيقول له دي مش امي. فالموظف بيقول له حس كده بقى يبقى امشي من هنا وبيزعل الست. فبابلو بياخده في البلكونه وبيضربه وكان هيرميه منها. الست بتطلب منه يتوقف، وبعد ما الموظفين بيمشوا بتقعد مع بابلو تحكي له قصتها. بتقول له جوزي كان بيحوش في الفلوس عشان يشتغل في الاسعاف بشكل خاص، وكان ناقصنا فلوس فخدنا قرض من البنك عشان نحقق حلمنا، ولكن فجأة الفلوس اختفت
اتسرقت من حسابنا في البنك، والشرطه قالوا لنا ان النبض هو اللي عمل كده. بابلو سمع الاسم من هنا واتخض، ولما سأل عن جوزها قالت له رمى نفسه من البلكونه اللي قدامك اللي كنت بتضرب فيها موظف البنك. بابلو بيصاب بالصدمه لانه كده هو اللي تسبب في المأساة اللي حصلت للست وابنها وجوزها، دمر لهم حياتهم، وبالتالي بيعرف انه دمر حياه ناس كتير غيرها، وده بيأثر في بابلو بيخليه يحزن ويراجع نفسه، وبيقرر انه يتوب ويبطل سكه الحرام. وبنشوفه بالفعل ماشي في سكه التدين وبيحاول انه يتغير، حتى انه بيعيط ويبكي متاثرا بالمصايب اللي سببها للعائلات الهنديه. وطبعا اسد خان بيكون شاهد على اللي بيحصل. بابلو بياخد الفلوس وبيروح يحطها قدام موظف البنك عشان يسد دين الام، بيروح يقول لها انا سددت الدين اللي عليكي وهتعملي المشروع اللي جوزي كان بيحلم بيه، الجنه تحت اقدام الامهات، ومن النهارده اعتبريني ابنك وانا اكون ابنك البار، وده وعد مني يا امي. وبالفعل الام بتحضنه وبتعتبره هو كمان ابنها. بيروح لاسد خان والاخير بيقول له الاوان ما فاتش يا بابلو، والاخير بيوافق انه يساعده. بيروح للمكتب زي كل يوم عشان يحاول يعطل عمليه النبض ويوقفها تماما، وكمان هنقل كل البيانات على فلاشه خارجيه عشان يفضح ليلى ويسلمه للشرطه. ولسوء حظه في الوقت ده بيدخل عليه عدي، والمشكله انه لو شاف شاشه الكمبيوتر هيكشف امره. بابلو بيحاول يعطل عدي وبيكون مستني لحد ما المعلومات والداتا كلها تتنقل على الفلاشه. عدي بيبعد عن الشاشه وبابلو بيستنى لحد ما تنقل، وفي النهايه عمليه النقل بتتم بنجاح. بيوقع الفلاشه وعدي بيكون على وشك انه يكشفه خلاص، وبابلو بيقدر انه يشتت انتباهه. ولما الكاميرا بتلف بعيده عنه بيوطي ياخد الفلاشايه وبيمشي من غير ما حد ياخد باله. في الوقت ده بيحصل انذار بان في تلف معلومات عمليه النبض، والموظفين بيعرفوا عدي ان البرنامج الضار انتشر من جهاز بابلو، وعدي بدوره بيطلب من الامن انهم يوقفوا بابلو. الامن بيثبتوه بالسلاح، وعدي بيكرر في السماعات امسكوا بابلو. وفي الوقت اللي بابلو بيكون فاكر ان امره انتهى خلاص، بيجي اسد خان ويثبت العصابه وبيخلي بابلو يذهب في طريقه. عدي بيبلغ ليلى في الموبايل، وليلى بيقول لرجالته انا عاوز بابلو. في الوقت ده بتظهر ام بابلو نفسها، وليلى بيفرح لانه كده هيقدر يمسك بابلو بسهوله. بيتكلم مع ام بابلو بتعرفه انها جايه عشان تخطب إينايا لبابلو. بتقول الولاد بقالهم كتير ماشيين مع بعض وعايزين نلمهم في بيت واحد بقى. ليلى بيفرح جدا بيقول لها تمام انا موافق، دي فكره ممتازه، اتفضلي يا حاجه، ده يوم السعد يوم الهنا، يلا اتصلي ببابلو خليه يجي ينام. وبالفعل الام بتتصل ببابلو بتقول له انا في منزل إينايا وقاعده مع اخوها يا بابلو يا ولدي، يلا تعالى عشان اخطبها لك. وبابلو بيفهم اللي فيها بيروح لحد البيت من سكات، بيوصل المكان ومعاه هديه وكانه جاي يخطب، وده عشان امه ما تشكش في حاجه. وتخيل معايا عزيزي المشاهد ان العلبه الحمراء دي مش هتخلي الام تشك، بينما السلاح والناس دول عادي. ليلى بيقول لبابلو اهلا بك يا ابو نسب، والام بتترجاهم ما يلمسوش ابنها لانه ما بيعرفش يضرب اي حد. فجاه دجرة شريك ليلى بيوجه المسدس عليه وبيطلب منه يسيب بابلو وامه يمشوا في امان، وده حصل لان بابلو وهو جاي في الطريق عمل احتياطاته وبعت لدجرة فيديو مش تمام بيهدده انه هينشره ويفضحه لو ما ساعدوش يهرب من ليلى. بابلو بيتظاهر قدام امه انه بيخاف ومرعوب وبيترجاهم يسيبوهم، وطبعا بابلو بيمثل انه طيب وغلبان قدام امه عشان ما تخافش منه، وده عشان هو مش ابنها لازم، ولو شافت منه اي تصرف غريب هتخاف وهتبعده عنها. بينجح انه يهرب هو وامه اخيرا، والبوليس بيقبض على افراد العصابه اللي مستخبين في دول مختلفه. بابلو بيحكي وبيقولوا من ساعتها وانا سبت حياتي القديمه واتغيرت للابد، واسمي بقى ار جي، وبابلو ده اتحذف خلاص. بنرجع للحاضر وهو بيقول لي إينايا احنا دلوقتي في مفترق طرق يا إينايا، في 3 مجرمين مختبئين في 3 اماكن في العالم، في مصر وروسيا والصين، وال3 دول بيتاجروا في البشر وبيسربوا معلومات خاصه بالبلد، وناويين انهم يدمروا كل العائلات في عمليه 21 مارس اللي جايه، لان المره دي العمليه هتحصل على مستوى الهند بالكامل، وده هيتسبب في دمار البلد. وبيتوعد انه هيروح لكل واحد من ال3 ويدمرهم بنفسه. الاول بيشد على اللي هربان في مصر وبيشتبك معاه، بيدخل في معركه ناريه ومشتعله كما هي العاده، بيزور قواته الحقيقيه ويقوم بتدميره تماما. وبعد معركه طويله عريضه مع رجاله بينجح انه يلحقوا قبل ما يهرب، بيركب ورا الطياره وبيزقوا منها عشان يخلص عليه، بيشد بعدها على اللي مستخبي في الصين، وده بيكون عنده رجاله كتيره فحت. بابلو بيدخل معاهم في معركه جماعيه بشكل مخيف، ولكنه بيكون هو الوحش المخيف وبيقدر انه ينكل بهم، بيخلص على عدد كبير منهم وبيقاوم لاخر نفس في معركه ناريه ومدمره وفتاكه، لحد ما بيقدر يخدعهم ويخليهم هم اللي يخلصوا على القائد بتاعهم بنفسهم. بيشد بعدها على روسيا عشان يخلص على السيد عدي بطريقه مختلفه. عدي بيكون مركب جهاز في القلب عشان ينظم الضربات بتاعته، وبابلو بيخترع جهاز العاب بيربط حركه الشخصيات في اللعبه بتاعته بجهاز ضربات القلب، وكل ما بنته عدي لعبت اكتر كل ما الجهاز سرع ضربات القلب اكتر، وبتفضل البنت وامها يلعبوا مع بعض لحد ما الجهاز بيسرع ضربات القلب جدا وبيخلص على ابوها. ليلى لما بيعرف اللي حصل من دجرة بيتصل برجالته وبيقول لهم بابلو هيروح لمطار هيثرو عشان ينقذ امه الساعه 5، انا هبعت لكم صورتها. والكلام ده بتكون إينايا سمعها، وطبعا ليلى بيكون حاسس بيها. بابلو بيسال إينايا في المطار انت متاكده انه اهل مطار هيثرو؟ بتقول له طبعا. امال الام بتوصل المطار وبتتفاجئ ان في رجاله غرب مستنيينها، يقولوا لها بابلو هو اللي بعتنا
مالكي يا حاجة. بتقول لهم طيب يلا هاتوا الشنط بتاعتي، وبياخدوها للعربية. بينما بابلو اللي مستني امه في مطار تاني بيجي له رجالة ليلى وبيقولوا له امك معانا يا بابلو. وبالفعل بيروح هو وإناية لمكان ليلى وبيشوف امه قاعدة معاه وبيصلوا صلاة جماعية. بيتكلموا حبة كلام زي الفل وكلهم بيتظاهروا بالطيبة قدام ام بابلو. وإناية بتقول لاخوها انا حسب العار منك. ليلى بيطلب من ام بابلو تقعد مع العروسة عشان هو عايز بابلو في موضوع. بابلو بيقول له ما تدخلش امي في المشاكل اللي بيننا. وليلى بيعمل سحر لامه عشان تفقد وعيها. بابلو بيتظاهر بالحزن الاول على امه وبيفضل يعيط لكنه بيضحك في النهاية وبيقول له كويس انها نامت عشان مش هعرف اضربك قدامها. وبعدين بيبدا يقدم لنا حبة تتبيلات هندية زي الفل. بيخلص على رجالة ليلى ولما بيصلوا بيخبط في ازاز. وليلى بيقول له انت مش هتعرف تصلي، العملية خلاص هتتم وهسرق كل فلوس الناس اللي في الهند. بابلو بيكسر الازاز وبيلاقي نفسه في مكان تاني. ليلى بيقول له انت دلوقتي في لعبة خاصة بيا واللعبة دي من 3 مستويات لازم تعديهم عشان تفضل عايش للنهاية. وبتبدا معركة بين بابلو ومحاربي نينجا بينجح فيها انه يتفادى كتير من ضربات السيوف وتتبيلة هندية ورا التانية. حبة بهارات زي الفل على شوية سلطة. بيضربوه بالسيف في رقبته بيفتكر انه خلاص هيموت لكن كل ده بيطلع وهم في الاخر. بابلو بيتجاوز المستوى الاول بنجاح وعملية النبض بتكون وصلت ل 36%. بابلو بيدخل المستوى الثاني واللي بيكون فيه تماثيل غريبة وكأنها احجار على رقعة الشطرنج. بيوجهوا له عدة ضربات وبابلو بيحاول انه يتفاداها وكل ده وليلى برا بيسخر من بابلو وبيضحك وبيهزر. وفي النهاية بيحدف عليه منديل احمر وبيقول له انت فشلت في المستوى الثاني يا بابلو يا ولدي. بياخدوا للمستوى الثالث المليان ستاير حمراء. بشتت انتباه بابلو بكل الطرق وبابلو بيحاول انه يركز. بيدخل في اشتباك مع ليلى وبيكتشف انه بيضرب الهواء وهنا بيظهر رجالة ليلى بالسيوف عشان يخلصوا على بابلو اللي بيعمل حبة حركات بهلوانية زي الفل. بيستعيد تركيزه تاني وبيشد الاجزاء وبينجح انه يقاوم اول دفعة من رجالة ليلى. ضربة في الثانية في الثالثة في الرابعة في الخامسة في السادسة. بيكمل ضرب في الباقيين وهو ناوي وديني ما انا سايبه. ليلى بيلعب عليه العاب ذهنية وبابلو بيحاول يمسكه بينما العملية بتوصل خلاص لاكتر من 80%. بابلو بيكون محتار مش قادر يمسك ليلى خالص وبطريقة ما بيحسب حبة حسابات زي الفل. بيقول في سره في دوت على تي هتساوي في تي في البي او الدي. وبيعرف اتجاه ليلى وبيكسر على الباب. بيقول له ما كانش ينفع للساحر انه يلعب مع النمر. بابلو بيروح قدام الجهاز وبيحاول يوقف العملية بسرعة لكن الرجالة بيشدوا بعيد وبيضربوه. امه بتبدا تفوق بابلو بيكون لازم يخلص عليهم كلهم قبل ما امه تفوت تماما وتشوف اللي هو بيعمله في ليلى ورجالته. العملية بتوصل للنهاية خلاص وليلى بيعد 5 4 3 2 وبابلو بيقول له 1 وبيشتغل فيديو لأميتاب باتشان وهو بيقول انا بابا يلا. بنرجع فلاش باك وبنشوف ان بابلو نجح انه يوقف العملية في الثواني اللي وقف فيها قدام الجهاز. بيقول ليلى ايه اللي حصل يا ليلى؟ البطولة الحقيقية مش في ضرب الناس وانما في مساعدتهم. بيربطه في ترابيزة وبيسيب له امان القنبلة في ايده. بيقول له وداعا وبيمشي. ليلى بيكون واقف مبسوط وفخور بنفسه وبيضحك وعاوز نهايته تكون نهاية ملحمية وهذا ما حدث بالفعل. وبعد 6 شهور بنشوف بابلو قاعد مع حبيبته في قلب مركب في فيتنام. بيروحوا البيت وامه بتكون مستنياهم. بيتصل بيه اسد خان وبيقول له ازيك يا سباك معاك المهندس المعماري. ودي بتكون نهاية الفيلم. نهاية سعيدة لذيذة جميلة يا سلام. اما قصة عبر صحيحة.